شاء الله يخليك. لما تصحى خليها تكلمك، ده لو صحيت. امال ايه؟ ايه؟ ها؟ مالك يا ابراهيم؟ لا ولا حاجة يا عمي. مالكوا يا ام ابراهيم؟ ايوه ولا حاجه، ده كله من قلقنا على الحاج. ولا يعني وقعت الحاج دي شويه يا ابو مصطفى؟ ان شاء الله يتعافى ويقوم لنا بالسلامه. يلا يا مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده حضرتك جواب التحويل لمصلحة الطب الشرعي، والسيد رئيس النيابة شخصيا بنفسه اتصل برئيس مصلحة الطب الشرعي وبلغه يستدعي دكتور لتوقيع الكشف فورا، وعلى ما توصلوا مصلحة الطب الشرعي هتلاقوا الدكتور مستنيكوا هناك. اتفضلوا يا دكتورة. ازيك يا عم حنفي حبيبي؟ ها ايه الاخبار؟ ازيك يا عم يحيى؟ انا كنت لسه عامل لك مكالمة دلوقتي، واول ما شفتك في وشي على طول ندهت لك جيت لاهو. ها حاجه جامده يعني تنفع منشط؟ صوتك توديني في ده، انت عايز ترفدني؟ الا منشط؟ ده منشط ايه وبالثلث كمان. بقول لك ايه، جبت لي تعالى نتكلم اهو، تعالى نتكلم. ها يا عم حنفي، قتل ولا مخدرات ولا مسؤول كبير وقع؟ خطف مسلح واغتصاب. يا عم حنفي ده خبر اقرع. ما تقولش اقرع، التقيل جاي ورا. يا عم حنفي حوادث الخطف والاغتصاب بقت ماليه صفحات الحوادث في كل جايد كل يوم. بس انا بقى بقول لك منشط، وما كانش صفحه اولى كمان ما بقاش انا حنفي. يعني حاجه جامده كده زي موضوع التحرش الجماعي اللي حصل في وسط البلد ليله العيد؟ لا 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 لا، انقح. ومدير الامن شخصيا مهتم جدا بالقضيه. طب قول بقى يا عم حنفي، قول الله يكرمك، خليني الحق اكتب وارقص قلمي وازوق الخبر والحق الطبعه بتاعت بعد بكره.